وهنا كده بقى المفروض انها خلصت، بس ما ننساش عصرة الليمونة. معلش الليمون غالي، ممكن تجيبي ب5 جنيه هما ليمونتين، او تجيبي ربع كيلو ب25 جنيه. معلش منهم لله بقى. غلوا كل حاجة. هنديها بقى ايه تقليبة كده يا بشوات، وكده ايه تمام. تمت المهمة. نعمل بقى السندوتشات وسلطة الطحينة. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده نعمل كبده اسكندراني. اتطلبت مني كتير قوي الايام اللي فاتت دي، بس معلش بقى ايه، في اليومين دول ظروف. ربنا ايه يجعل الايام دي سهله كده علينا احنا الكل يا رب. انا حطيت هنا طاسه حاطه فيها زيت. بصوا انا جايبه هنا نص كبده بلدي ومقطعاها شرايح خفيفه، ودي حلويات ودي دهنه. الدهنة على فكرة يا جماعة بتخلي الكبدة جميلة قوي وطعمها حلو، ويبقى فيها دسامة. طبعا على حسب بقى ايه انت عايزة تحط دهنة قد ايه. طبعا يعني دي دهن مش دهنة صافية، يعني يبقى فيها جزء لحمة ويبقى فيها جزء قرقيش. احنا عندنا هنا بنحب القرقيش قوي. معرفش بقى مين زينا، اللي زينا يكتب في الكومنت. انا بقى هنا هحطها لحد ما ايه ما تبتدي تسيح شوية الى حد ما، وبعد كده نسقط الكبدة. بصوا هنا بقى ايه، انا برضو زي ما قلت لكم ما بخليهاش كده تحمر قوي. نزلي برضو ايه في الاجزاء الفاضيه ايه، احنا ما نقلبهاش الا لما ايه تعمل. بصي هي اصلا عملت اهي، بصي اللون بدأ اتقلبت لوحدها تقريبا. بصوا لما تيجي تقلبيها ما تبقاش لازقه في الطاسه كده، ايه تبقي انت ماشيه تمام. انا يا جماعه بجد انا مش قادره اوصف لكم الريحه اللي انا شماها حاليا. عايزه اقول لكم ان الدهنه دي بتودي الكبده في حته تانيه خالص. ويا سلام بقى لو في مثلا ليا بقى. انا هنا عملت زي نظام طبق، يعني حفره كده، وهننزل بفصين توم. اول ما تشمي ريحه التوم تروحي بقى مقلبه كل الكبده فيها اهي بقى. هنبهر بقى ايه الكبده الاول قبل ما ننزل عليها بالبصل. نبهرها بالملح والفلفل الاسمر ورشه كمون. ملح، فلفل اسمر، كتري متستخسريش، كمون، رشه بسيطه قوي. نقلب بقى. بصوا بقى لحد هنا انت ممكن تقدري تاكليها وتعملي سندوتشات عادي جدا وبألف هنا. لكن انا بقى ايه لازم الاسكندراني دي يبقى عليها بصل. انا هنا قطعت بصل زي ما انت تحبي. انا قطعت طماطمايه واحده. القطايه على فكره بتدي طعامه وطراوه للكبده وتبقى جميله قوي. نديها تقليبه برضو بقى بفلفل رومي متقطع. طبعا انا علشان ولادي هياكلوا فانا هعمل لهم السندوتشات بتاعتهم الاول بالفلفل الرومي ده، وبعد كده هقطع برضو فلفل سبايسي وهحط شطه. انت طبعا لو انتوا كلكم يعني ولادي الكبار والبيت كله بياكل سبايسي ممكن تقطعي فلفل حراق، بتبقى بقى من البدايه جميله قوي. بس طبعا علشان ولادي هعمل لهم بقى سندوتشاتهم الاول برضو. بعد كده بحط بقى فلفل حراق وبروح ايه يعني مخليه اولع مثلا عليه مثلا قد 5 دقايق، وبعد كده احط له برضو شطه وتمام وبألف هنا. كده ايه تاخد برضو غلوتين 3 كده. وهنا كده بقى المفروض انها خلصت، بس ما ننساش عصرة الليمونة. معلش الليمون غالي، ممكن تجيبي ب5 جنيه هما ليمونتين، او تجيبي ربع كيلو ب25 جنيه. معلش منهم لله بقى. غلوا كل حاجة. هنديها بقى ايه تقليبة كده يا بشوات، وكده ايه تمام. تمت المهمة. نعمل بقى السندوتشات وسلطة الطحينة اهو يا جماعة.
انا عملت سندوتشات، وهنا عملت عيش بلدي بيتي اهو، تحفة بجد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.